في موسوعة الجينز. انا بلعب ضغط عادي، بجيب زي ما بقول لحضرتك ارقام عاليه. موسوعه جينيس الارقام بتاعتها لما شفت حلقه كانت في التلفزيون عن حلقه في جينيس وكده، لقيت واحد بيجيب ضغط على اطراف 10 اصابع في النص دقيقه بيجيب 56. انا والدي قاعد بيتفرج على التلفزيون معايا، رحت جاي نازل على الارض، رحت جايب 63. فقلت له ما هم انا بكسر ارقام، ما تكسر لنا ارقام عشان بس الناس تبقى انتوا عايزين تشوفوا اللي هو الضغط على صبعين اللي هي كانت بتاع يوم 8 هي بتاعت الضغط على صبعين، هو كان الرقم 8 8 عدات، وانت رحت جايب 49 عده ولا 46 عده في 49 ثانيه. وده طبعا كان عشان خاطر التصوير يعني كاميرات كتير وكلام زي ده. انت ممكن تتكلم صح؟ طبعا اكيد عادي يعني. يا سيدي يعني الموضوع انت بتعدي عادل ولا ايه؟ ما خلاص احنا كسرنا موسوعه جينيس دلوقتي 8 عدوا اكيد من زمان، خلصناها كده ما شاء الله يعني يا ابو حميد. الله يخليك يا رب. فانت لقيت نفسك يعني انت الفكره كلها جت ان انت بتشوف موسوعه جينيس، فلقيت نفسك ان في ارقام انت معديها بكتير، فكانت جت 10 ارقام 10 ارقام اللي هو منهم الضغط بالصباعين الاثنين. انا صوابعي وجعوني على فكره وحياه ربنا يا شيخ وهو بيعمل كده حاسه في كمان جري على التريد ميل، على جهاز التريد ميل بسرعه 6 كيلو ونص برجل واحده. ايه؟ برجل واحده؟ برجل واحده. يعني ايه؟ ما انا مش فاهم، انا مش شايف. بيجري برجل واحده، يعني بتشغل جهاز التريد ميل وبتعمل جامب برجل واحده. يعني انت على رجل واحده وبتنط ورجلك تمشي معاك، فاهم؟ بالظبط. ده جهاز سرعه 6 كيلو ونص. هو الرقم بتاع جينيس 217 ثانيه. طب انت عامل ثواني انت بقى؟ انا تقريبا عامل من 3 ل 4 دقائق. تمام. 43 ثانيه تقريبا. 3 دقايق و43 ثانيه. طب محمد انت يعني اكيد اما بدات في الاول ما كنتش كده، او الافكار بتاعت الحاجات كانت بتجيلك ازاي؟ ان انت كنت بتشوف هي بدات اول ان انا شفت ارقام جينيس. لا مش قصدي يعني ده هو كده هدي الحمد لله. لا قصدي ان انت مثلا ما شفت لسه صغنن يعني في اعدادي كلام زي ده، فكانت مجرد ان انت حاجات بتستفزك او كده من اصحابك فانت بتعمل الحاجه دي. انما طبعا ده كله انا بالنسبه لي كلام عيال. تكسر رقم واحد يعني واحد في الثاني ولا هتعملها ازاي؟ بالظبط. انا جيت دلوقتي اللي عملته ان انا في رقم بتاع جينيس اللي هو في الضغط 10 صوابع، دخلت دورت عليه على النت لقيت الرقم اللي موجود في الدقيقه 116 عده. فكسرته وسجلتها وبدات اروح للناس. يا جماعه كسرت وسجلتها ازاي؟ يعني صورت نفسك صورت نفسي وانا بعملها، واخدت الحلقه اللي هي بتاعت جينيس ورحت بيها، بدات اروح بيها مثلا لحته زي وزاره الشباب والرياضه. يا جماعه انا الموضوع بتاعي ده كذا 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 كذا، فانا عايز رعايه. اتصدى عليه من المهندس حسن صقر. وبعد كده لما نزل للموظفين اللي بعد كده الاتحادات قال لك ده مش تابع لاي اتحاد عشان ما فيش اتحاد لياقه بدنيه. فالموضوع دلوقتي محتاجين يبقى في اتحاد لياقه بدنيه، يا اما انت هتفضل لو انت مش تابع للاتحاد مش هتعرف. وبعدين انا النهارده لو في اتحاد انا هقدر اوصل اللي عندي لقطاع كبير من الشباب. سواء بتدريب او ان انت تعرف الناس على الرياضه لا دي مش سواء، هو اكيد بتدريب. اللياقه البدنيه تتلعب في متر في متر. انت بتلعب ضغط، بتلعب بطن، بتلعب عقله. الموضوع مش محتاج امكانيات طول ما انت تلعبه في الاطار العادي. لما تيجي تلعبه بقى في اطار ان انت هتلعب النهارده انا هعمل 2000 عده ضغط، وبعدين هريح لي ساعه، وهعمل 2000 عده بطن، وبعدين هريح لي ساعه، وبعدين هطلع اجري 56 كيلو، وبعدين هريح قد كذا، وهعمل كذا ورا بعض في نفس انت بتعمل تمرينك في نفس اليوم، بس ما يبقاش فاصل بينها ساعه طبعا. لما بتيجي تمرينك بيبقى ما يقرب من 5 ساعات. لما بتيجي تقول انا هشتغل الاطار دوت او هشتغل المجموعه ديت، تبقى انت انا على فكره انا واخد شهاده دوليه تقنين احمال، مدرب اعداد بدني. تمام. فانا عارفه بتكلم وخريج تربيه رياضيه، فعارفه بتكلم على اسس وبدرب ناس وكلام زي ده. بس طبعا في الفتره دي العسكريه والحاجات دي طبعا تحيلت ناس دلوقتي الشرطه وناس في حربيه، وخسست ناس 14 كيلو في فتره صغيره جدا. ايه ده؟ طب ما تقولي على تمارين. قولي على السر. بس انت حركاتك معلش يا محمد، انت حركاتك يعني تنفع افلام اكشن قوي يعني. ما فكرتش انك تمثل؟ انا عارف انك عايز تمثل بس يعني ما فكرتش جديا انك تخش في الخطوه والله ولو جالي انا عرض او حاجه كويسه انا اوريدي انا موافق على طول. بس عايز تمثل كممثل ما جابتليش طبعا كممثل. لا انا قصدي ان انت ولا زي ما عادل بيقول يبقى حاجه ترند، حاجه انت تعرف تعمل بس اللي هو بتاعك الاكشن ان انت تخش تعمل حركه في فيلم وتطلع. لا هو الحمد لله انا يعني ان شاء الله انا ممكن يكون عندي والله يعني انت بتجربني او بتشوفني او بتشوفني مثلا في حاجه وبتعمل لي اختبار للجزئيه ديت. انا التمثيل ده ملكه. تمام. فانت بتشوف الجزئيه دي ممكن تبقى بتعرف تمثل وما عندكش اللياقه دي او عندك اللياقه دي وما تعرفش فما تنفعش.
تمام. وممكن لا انت عندك الملكه بتاعه التمثيل، فلا بيقول لك لا انت مش بس هتبقى اكشن، انت هتبقى اعلى من كده. هنشوف قريب ده يا محمد يعني، بس اتمنى ان انت ما تبقاش ماشي بالفكره. انت كنت لسه من شويه بتقول انا همثل ان الرياضه ما جابتليش حاجه، بس لا ان شاء الله لا انا عايزك تكون فعلا واقعي، عايزك تكون فعلا واقعي. الرياضه فعلا ما عملتليش حاجه، لازم أن تكون فعلا واقعي وتقف على النقطه دي. حاجه ماديه لا ولا بشكل عام مفيش حاجه ماديه. لان انا دلوقتي انا ظهرت مثلا قول طلعت اتكلمت في 30 قناه ومثلا طلع لي مثلا نقول في 20 جريده، طب وبعد كده ما انا مفيش حد دلوقتي بيرد، مفيش حد بيرعى وبقول يا جماعه انا محتاج رعايه سواء من دوله او من رجل اعمال او من غيره ومفيش اتحاد تشتغل فيه، ومفيش اشترك فيه ومفيش اي حاجه. طب هو ايه بقى الاتجاه اللي انا هبتدي اسلكه؟ وبرضه الناس اللي كانت معايا بتلعب معايا لياقه بدنيه ايام ما احنا ما كنا في الثانويه، ايه الاتجاه برضه اللي هتبتدي تسلكه؟ في حاجه من الاثنين. مش انت بس القضيه، مش قضيتك انت بس. كبير يعني كان بيلعب الكلام ده، كانت بطوله الجمهوريه كان بيشترك فيها ما يقرب من 5000 واحد على مستوى الجمهوريه. ال 5000 واحد دولت النهارده لما خلصهم وما عادش في بطوله ليهم بيعوضوا عنها بادمان. انت كنت كان بيعمل جزء رياضه، الجزء ده انت اقتطعته من حياته وشلته، يروح يدمن. طب انا الحمد لله ربنا هداني ان انا بدات اعمل وازود في نفسي واطور في نفسي واعمل بالظبط. اكيد في ناس فقدوا الامل، اكيد في ناس فقدوا الامل واصلا خلاص مش هيكمل. بص يا محمد، اكيد ان شاء الله هيبقى في اتحاد، واكيد يعني موهبه زي اللي عندك، بس انت لازم تبقى بس ثابت عليها وماسكها بايديك واسنانك، ويا رب انت واضح ان انت لسه لغايه دلوقتي ماسكها عندي للناس ان شاء الله. ان شاء الله يا محمد نورتنا بجد النهارده، ربنا يبارك فيك. ومبسوط ان في شباب زيك طنطاويه صح جدعان. عامه يعني انتهت فقرتنا مع محمد، ولكن هنرجع مع شباب غرابه او مغامره بشكل تاني او ثالث. احنا اتكلمنا عن حاجات كتير قوي النهارده، لكن بعد فاصل استنونا.